على كل حال حسام، لا يمكن يعني التحدث عن التعادل بدون ذكر التحكيم، لأنه التحكيم بذاته هو جزء لا يتجزأ من المباراة أو من نتيجة المباراة، يقدر يلعب على تغيير النتيجة، وهذا الشيء اللي صار. أنا نظل اليوم الحاكم عادل الفار، أوكي عدل الفار، ولكن كيف أخذ يعني القرار باللي هدف والكرة ورجل اللاعب ما تقدرش تشاهدها، لم تظهر ظهر اللاعب الجزائري، اوكي ما رانيش نشوف، نخليها اورجو كيما رفد لاربيت دوتوش، لان حكم التماس رفد مباشره وكانت عنده زاويه جيده يشوف الخط ويشوف حامل الكره. كي رحنا للفار واش وراونا في الفار؟ وراونا باللي كي جاي يضرب اللاعب الكره كي دخل جاي يضرب كان لاعب جزائري يغطي. هنا اولا فضح الفار انه عنده كاميرا من اتجاه واحد، من اتجاه المنصه الشرفيه، ما فيش من الجهه الاخرى، ما كاش زاويه اخرى، هذه واحده، هذه في الهدف الاول. اوكي مرينا على الهدف الاول. انا راح نتكلم على حاجه حسام، انا نضل ضربه جزاء نقولوا صحيحه، ايتنوري قاس الكره برجله ضرب رجله، ولكن لماذا لا نعود؟ لان فيه وضعيه تسلل في الترانسفيرسال. لماذا ما كاش واحد فينا في الستاد راح للاربيت قال نولوا قبل؟ لان في الترانسفيرسال اللي جات للجوار في العمق قالوا له على لمسه يد حسين. لا ماشي لمسه اليد، هما الفار يزون ديتورني لاتونسيون على لمسه اليد، ولكن انت فيه شك في وضعيه التسلل، لان احنا شفنا ايتنوري اليني مع بالسبعيني واللاعب متقدم. انت كفار لازم تشوف وضعيه التسلل لا ما فيش، لمسه يدي لا ما فيش، ثم تشوفوا لا ضربه جزاء لاي تقصي ومن بعد تقرر على ضربه جزاء. احنا ما شفناش لمسه يد، كانت بعيده خاطر قاست في صدره، ولكن شفت وضعيه التسلل. انا ما عنديش الفيديو، ما عنديش المعلومه، ولكن راني متاكد لو كان نعاودوا نشوفوا اللقطه نلقاوها وضعيه التسلل. حسين هذا عن لقطه الهدف، ماذا عن اللقطات الاخرى خاصه المتعلقه بركله جزاء لبغداد بونجاح؟ فادحه، لان الكره في اللعب، وبنجاح عنده احتمال انه الكره تجيه، ولو بالليلي ما عطالوش الكره قذف كان قادر كي يردها الحارس بونجاح يكمل الكره، مسكو وطاح معاه، قذفت عمور على ما اظن، والناس يقول لك قاست في رجله ثم طلعت، ولكن هنا تشوف شوف نتابع الصور في كل هذه حسام لقطه بونجاح. شوف هنا واش انا نشوفوا، هنا ما نقدروش نتكلموا على حكم الرئيسي. شوف حكم الرئيسي يشاهد في بالليلي وضعيته جيده، ولكن اين هو حكم تماس؟ وين راح حكم تماس؟ زين حكم تماس يرفد، واين هو الفار؟ الفار هو اللي يعيط، هو اللي يعيط. هو شحال من ايكرو عندهم؟ يعني شحال من ايكرو عندهم تعتقد انها قرارات مشبوهه منحازه؟ شوف انا نقول باللي الحاكم بكل صراحه مغلط كثيرا من الفار، ما عطاولوش المعلومه. هو كيف معاه، معليش زين نقولوا احنا انت هذا كيف داخل في الكومبلو، امن ولا رياح. معليش يا ودي هادو تاع الصهاينه هادو بلاكا بالحقير بالاقجع بالمخزن، هادو جايين يكسروك يحكموك، ولا تروح الدور الثاني حبوا يحكموك. دعه يوضح زين، دعه يوضح ثم اعطي كل كلمه زين. نوضحوا للمشاهد ان الفار راه يسهل باش تقول للناس راه الحكم ما عنده ما يدير، فهمتني واش حبيت نقول لك؟ راه يغلط في الحكم باش يقول لك لا الحكم الرئيسي لا يحمل المسؤوليه، لانه هو من يستدعيه. ولكن الفار حنايا الفار هذا اقصانا في المباراه الاولى، كنا نتكلم وكانه لا يشتغل عندما يتعلق الامر بالمنتخب الجزائري.